أفلام روائية ووثائقية تشارك بمهرجان ياسمين الحمامات الدولي باعتبارها أفضل الأعمال والإنتاجات السينمائية التي تميزت في مختلف المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى. تحياتي وإن شاء الله مرحبا بكم في الحمامات. المهرجان هذا بالنسبة لياسمين الحمامات الدولي، ياسمين الحمامات مهرجان الخمس قارات، يعني مفتوح على كل الثقافات وكل البلدان، يعني من أمريكا لآسيا لأفريقيا لأوروبا، يعني ما فيش. أنا لست ضائعا لكنني غاضب من أمي، هي مشاعر يسائل عمقها المخرج الجزائري مراد حملة في فيلمه صوت أمي. أما حكاية سلمى، تلك الفتاة الجزائرية الشابة التي تواجه صراعا بين جذورها المحافظة ورغباتها في حياة متحررة، سردت لنا قصتها المخرجة الجزائرية كامير عينوز من خلال فيلم سجار بالعسل. نشارك بفيلم صوت أمي، فيلم روائي قصير يندرج في كذلك في الفيلم التجريبي. فيلم يحكي على الأعوام الأخيرة اللي عشتهم مع يما، يعني الله يرحمها قبل ما تموت. هي أفلام جزائرية تنافس على جائزة الشراع الذهبي من خلال مبادرة ثقافية جديدة تؤسس لمولود سينمائي جديد سيثري الخارطة الفنية الدولية، خاصة أنه سيمنح جوائزه للأفلام المتوجة والمشاركة في المهرجانات الدولية الكبرى. كان معكم طاهر مسفك لقناة الوطنية الجزائرية، المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات، تونس.